الراجل المكابر. مين هو الراجل المكابر؟ الراجل المكابر ده لو تفتكروا اتكلمنا قبل كده عن الست المكابرة جوزها بيتقفل منها ليه. النهاردة هنتكلم عن الراجل المكابر ومراته بتتقفل منه ليه. مكابر في ايه؟ الراجل المكابر تحديدا في الغلط. يعني ايه؟ يعني اول مرة مراته تمسكه بحاجة في الخيانة تحديدا ويقلب عليها الترابيزة ببراعة ويقول لها ايه؟ هو انتي يعني اتجننتي؟ ده الموضوع هبل. هو انتي شايفة ده كلام عبيط. ويبقى هو بيتكلم مع واحدة تانية كما لو انها صاحبته، ومراته شايفة ده بعينيها وهو عمال سايق في قلب الترابيزة. راجل بيرفض يعتذر، او بمعنى اصح يبتدي بتون بسيط. جيتي بيه ولقاكي تمام اوكي، لقاكي شايفة ومصدقة، بيصور عليكي ثورة عارمة. طيب اول مرة الست بتعدي ده خلاص، تاني مرة يصور نفس الثورة ده. هو انا بقى خلاص انتي بقيتي مجنونة ولا ايه؟ هو انتي غيورة جدا، ويبتدي يتهمها اتهامات. وتيجي الست تقولي ده بيقول عليا انا اللي مجنونة، ده بيقول عليا انا اللي بيتهيألي، ابقى شايفة بعيني وهو بيكلمني بمنتهى البجاحة ويقول انا اللي مجنونة. طيب خليني اقولك بقى ان الست مرة واتنين وتلاتة بتفضل تعدي، مش تسامح، تعدي. وخاصة الراجل ده للأسف عنده كده تون، بعد ما يقلب عليها الترابيزة يعمل لها، لو هو نرجسي بقى، صمت عقابي. وساعات يبقى مش نرجسي يعمل لها حاجة تانية، هستيرية زعيق ووابل من الاتهامات الغريبة. وساعات يتهمها ان هي حتى اتهامات ممكن تبقى في شرفها، واتهامات في حاجات هي ما بتعملهاش اصلا، وهي تبقى مش فاهمه هو بيقول ايه الراجل ده. في منهم ناس ممكن يسرقها في فلوس، في حد تاني يقول لها ما انتي بتتكلمي مش عارف مع مين ومين، ويبقى اللي هي كلمته ده حد مثلا دليفري، حد في الدايره المحيطه قريبها قدامه، هو عارف، لكن يبتدي بوابل من الاتهامات كأنه لو طلعها هي معيوبة هو كده برأ نفسه. أنا بقول للرجالة فوقوا اللي انتوا بتعملوه. بتكسب جولة وبتكسب 2 بتكسب 3، بس بعد 4-5 جولات الست دي خلاص ما بتبقاش عايزة تسمعك. بتبقى فاهمة الحوار كويس جدا من A to Z، عارفة السيناريو هيمشي ازاي، وبالتالي هي لا زعلانة ولا عايزة تعاتبك ولا عايزة تسمعك أصلا. بتبقى شايفة ده وتواجهك بده، تبتدي انت نفس الاسطوانة المشروخة اللي ما بتتجددش، والست خلاص انت مش فاهم ان انت عمال تزيد في مكسبك في الجولات وهي عمالة ترجع لورا بعيد عنك. خلاص الفجوة بينكم عمالة توسع، هي عمالة تلصم طول الفترة اللي هي عمالة كانت تعديلك مرة واتنين وتلاتة، بس الفجوة عمالة توسع. إصرارك وعندك على الغلط هو اللي بيكبر الفجوة دي. إصرارك وعندك على استمرار الخيانات اللي انت متفهها، اللي انت شايف ان مجرد انه كلام عادي ده مش خيانة، مجرد ان انت تحكي، وحتى لما تيجي سيرة مراتك تيجي تقولي ده بيتكلم عليا، ده بيحكي عليها معايا، يعني بيحكي عليا معاها. ده ساعات واحد يقولها ده انا وديت مراتي المكان الفلاني وعملت وسوي، ده اصل مراتي دي نكدية وزنانة واتخانقنا امبارح، وتلاقي تفاصيل البيت طالعة الناس بره غريبة، وفي الاخر هو شايف انه ما عملش حاجة، عادي، هي اللي مجنونة. فيعني حط نفسك مكان الست اللي انت عمال تعمل فيها كده، وانت هتعرف مكانك عندها بقى فين. خدوا بالكم لان الستات بتتقفل، الستات بتتقفل وبتمشي، وساعات بتتقفل وبتفضل قاعدة، ودي الكارثة بقى. لما بتتقفل وتفضل قاعدة بتبقى انت خلاص بالنسبة لها تحصيل حاصل، قدامها بس هي مش شايفاك، بتتكلم بس هي مش سامعاك، ما بقتش انت السورس بتاعها، لا السعادة ولا الأمان ولا أي حاجة، الخسران الوحيد انت. فأرجوكم الراجل اللي بيخون بلاش تخون وانت متجبر، أسفة وانت بجح، وانت مصر
ان تقلب عليها الترابيزه وتتهمها ان هي مجنونه، وان ايه دوت وده كلام عادي، وانتي انسانه ما بيتمرش فيكي، وتفضل تتهمها. اصل احنا عندنا باكج كمان ان الراجل الخاين حنين. حنين على مين؟ على مراته وعلى كل الستات التانية. فانت يعني بتقول لها ما بيتمرش فيكي ايه؟ ما بيتمرش فيكي ان انا بعاملك حلو فلازم تعديلي الخيانه. بتعاقبها انها شافت الجزء القبيح فيك فبتلومها بشده وبتقول لها ازاي تشوفي ده. فعيدوا حساباتكم تاني، لان انتوا في الاخر بتخسروا. هو ربنا ما بيحبش الظلم، ربنا شايفك قبل مراتك وشايف افعالك، فاللي هيحاسبك هو. قلبها متعلق بايده، هو قادر يقفله تماما تجاهك. القلوب ليها مفتاح، لما بتفضل تكسر في المفاتيح ما بتبقى لهاش دخلة تاني.